لو انتوا شلة او عيلة وعايزين تجمعوا احلى ذكريات مع بعض، انسوا بقى الخروجات التقليدية كلها وشوفوا الفيديو ده. على بعد ساعة ونص بس من القاهرة هتقضوا احلى دي يوز في العين السخنة على مركب زي اللي انتوا شايفينها دي. الرحلة بتبدأ من اول ما الشمس تطلع ولغاية الساعة 4 العصر، واليخت بيكون دورين وبيشيل لحد 10 افراد، في كل حاجة من اول الاوض اللي هتغيروا فيها والحمام والمطبخ وقعدات فوق وتحت هتاخدوا فيها احلى صور. والمركب بتقف بيكوا في وسط البحر حرفيا عشان تنزلوا وتستمتعوا بالمية طول اليوم. ولازم تجيبوا معاكوا اكل تشووه هناك عشان دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها مع بعض، عشان انتوا مش متخيلين الموضوع ممتع ازاي وانتوا بتشووا وتاكلوا سوا في وسط الفيو ده. واحنا حجزنا اليخت ده من شركة ابو القاسم، هسيب لكم رقمهم تحجزوا معاهم عشان دي بجد واحدة من احلى التجارب اللي لازم تجربوها انتوا واصحابكم. لو انتوا شلة او عيلة وعايزين تجمعوا احلى ذكريات مع بعض، انسوا بقى الخروجات التقليدية كلها وشوفوا الفيديو ده. على بعد ساعة ونص بس من القاهرة هتقضوا احلى دي يوز في العين السخنة على مركب زي اللي انتوا شايفينها دي. الرحلة بتبدأ من اول ما الشمس تطلع ولغاية الساعة 4 العصر، واليخت بيكون دورين وبيشيل لحد 10 افراد، في كل حاجة من اول الاوض اللي هتغيروا فيها والحمام والمطبخ وقعدات فوق وتحت هتاخدوا فيها احلى صور. والمركب بتقف بيكوا في وسط البحر حرفيا عشان تنزلوا وتستمتعوا بالمية طول اليوم. ولازم تجيبوا معاكوا اكل تشووه هناك عشان دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها مع بعض، عشان انتوا مش متخيلين الموضوع ممتع ازاي وانتوا بتشووا وتاكلوا سوا في وسط الفيو ده. واحنا حجزنا اليخت ده من شركة ابو القاسم، هسيب لكم رقمهم تحجزوا معاهم عشان دي بجد واحدة من احلى التجارب اللي لازم تجربوها انتوا واصحابكم.